مساء الخير. شهد اليمن نقطة تحول استراتيجية جدا مهمة تمثلت بانطلاق عملية عاصفة الحزم. شو اللي عم بيصير؟ هناك قرار أمريكي مسبق أن أمريكا لن تتدخل في اليمن. مش قليل انه بهيك قصة، مش قليل ابدا تقعد امريكا على جنب. نحن اليوم نقول أن أمريكا بطبيعة حالها العدوانية تقود هذه الحرب على اليمن. نعم، الموت لأمريكا، الموت لأمريكا، الموت لأمريكا. خيي انه امريكا مقررة سلف ما تتدخل او هي اللي عم بتقود العمليات. ما فهمت شو القصة باليمن؟ شو اللي عم بيصير باليمن؟ هي ثورة الشعب الذي أبى الهيمنة. عسيرة الثورة كيف المنار بتقيم الثورات؟ سوريا مثلا مش ثورة شعب؟ طيب وين الشعب السوري؟ خلينا نعرف لنقف حده. فعلا وين الشعب السوري؟ ايدي بزنارك، نحن كمان عم نفتش عليه ما عم نلاقيه. بشرفك حط ايدك معنا، في كذا وكالة بالعالم عم تفتش على الشعب السوري ما عم بتلاقيه. بعلمك كان في شعب سوري وإذ اختفى. بس فعلا الوضع باليمن بيخوف. ليه فاتت السعودية هالفوتة؟ شو بدها باليمن؟ كان السعودي يريد قطر بدل اليمن، كانت خطة السعودية بناخذ قطر. ماشي موسم أعياد السعودية محتارة شو بدها تهدي حالها، قالت بدي قطر، تعقدت قطر، قررت تسرق اليمن. لحد هون كلام منطقي عظيم. طيب في تفاصيل إضافية حدا بيقدر يساعدنا فيها؟ السيسي له مطلب آخر. شو هو؟ عارفين شغلة ليبيا. شرط السيسي مش المصريات بس، شرط السيسي أنا بفوت بهذا الموضوع، أنا عايز ليبيا. طيب مصر بدها ليبيا والسعودية بدها اليمن، ليك هيئتها حرب ربيحة. يا حريش عن جد حرب ربيحة على الآخر. احتل دولة واحصل على الثانية مجانا. متوفر دول بالحجم العائلي. نوابغ علوم ماركتينج الحروب، نوابغ. الهزيمة السعودية عندي من أوضح الواضحات، والانتصار اليمني من أوضح الواضحات. مفهوم واضحة مثل عين الشمس. بس في حدا من كوادر وأدمغة محور المقاومة يخبرنا أكثر عن ملامح الانتصار الكبير؟ الحرس الوطني حتى هذه اللحظة هو معتكف، يبقى قوى الداخلية والجيش. البارحة بالذات تسرب خبر عن تسريح 160 ضابط من الجيش بعد أن بدأ التململ عليهم. انت وقاعد بلبنان معك خبر بتسريح مئات الضباط السعوديين، رغم انه خبر ما مرق ولا على وكالة بالعالم ولا حتى على وكالة الدكتور ناصر قنديل للأخبار الكتير كتير 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 خاصة. الحقيقة نحن كعملاء للسعودية كنا عم نحاول نخبي الموضوع، بس بما انك كشفتها انا رح اعرض هالصور، انه على القليل بيطلع بشيء قبل غيري. لاحظوا بالصور اللي عم نعرضها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف عم يحضر اجتماع بغرفة عمليات عاصفة الحزم تحت تهديد السلاح من قبل وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان. طبعا هذه الصور تظهر للمرة الأولى حول حجم الانقسام داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية السعودية. هون صور تانية أيضا تعرض للمرة الأولى عبر برنامجنا. الأمير محمد بن نايف هالمرة بقوة السلاح يجبر وزير الدفاع على زيارة الجرحى. شيء لا يوصف الحقيقة. مش بس في تسريبات عن تململ، بعد في شيء أدق من التسريبات. هذا المشهد في الحقيقة خلق كثير من الإرباك في داخل الانسجام وائتلاف البيت السعودي. والآن هناك يعني أخبار شائعات أنه الأمير متعب في السجن أو في المنفى أو في الإقامة الجبرية وما إلى ذلك. متعب ابن عبد الله إما في الإقامة الجبرية أو بالمنفى أو بالسجن. وما يؤكد هذه المعطيات الخطيرة هو التالي:
وهو صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وهو يقدم البيعة والتهنئة لصاحبي السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد. والسؤال الأساسي اللي بينطرح أمام هيك مشهد وهيك معطيات سؤال $1,000,000. ما هي تقنيات الاستنساخ المستخدمة في السعودية؟ كيف عم يقدروا يستنسخوا الأمير متعب بن عبد الله بهالسرعة ويصوروا الشخصية المستنسخة بقصر الحكم عم ببايع بالوقت اللي الأمير متعب بالمنفى أو بالسجن أو بالإقامة الجبرية؟ كيف؟ لا، ويا ريت الاستنساخ طال الأمير متعب. شو في يعني استنسخوا عدد كبير من الأمراء في معمل استنساخ بالسعودية، معمل. زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أخاه الأمير مقرن بن عبد العزيز في قصره بالرياض، وذلك بعد بدء مراسم البيعة في قصر الحكم بالعاصمة الرياض. رافق الملك سلمان خلال الزيارة الأمير محمد بن نايف ولي العهد والأمير محمد بن سلمان ولي العهد. إذن الأمير مقرن بن عبد العزيز يدخل الآن إلى القاعة ليبايع، طبعا كما ذكرنا مشاهدينا، يبايع الأمير محمد بن نايف وليا للعهد والأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد. طيب يا اخي كيف؟ تعملوا اللي بدكم اياه بالسعوديه، اصطفلوا، بس ليه المملكه ما بتعمم اسرار الاستنساخ اللي عندها على العالم؟ تعممها لخير البشريه. تصدير تقنيات الاستنساخ اكيد اغلى من النفط، اكيد. ليك من لها كواليتي. ليش رايحين تعملوا حرب باليمن؟ الحجة هي أن اليمن أصبحت محتلة من إيران. الهيمنة الإيرانية على اليمن، التدخل الإيراني في اليمن، خلاص اليمن صار إيران لا تتدخل في اليمن. كذبة كبيرة. إيران عم بتنافس سويسرا بالساعات، عم تركب ساعات سويسرية ما لها علاقة باليمن. جيبوا لي دليل، بدي دليل. كذبة كبيرة هيدي. ولا تكرم عينك، انت تدلل، بدك دليل؟ تفضل. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن بلاده منعت سقوط بغداد ودمشق وأربيل بأيدي متطرفي داعش. شمخاني أعلن خلال مراسم تدشين المدمرة داماوند التدريبية أن إيران باتت على ضفاف المتوسط وباب المندب. خيي دف شمخاني فشيخ وكذابة، كذبة كبيرة. الحقيقة بهمروجة الانتصارات الممانعاتية خلينا نرجع شوي لورا، نرجع كم يوم لورا أو كم أسبوع لورا. عاصفة الحزم انطلقت على وقع المشاهد التالية. نحن سلاطين البحر الأبيض المتوسط الجدد، نحن سلاطين الخليج الجدد، نحن محور المقاومة. طهران، دمشق، الضاحية، بغداد، صنعاء، وسلاطين البحر الأحمر أيضا. يا ريت بس سلاطين البحر. اتفاق إيراني حوثي يقضي بتسيير 28 رحلة جوية أسبوعيا بين صنعاء وطهران، وصلت أولاها اليوم إلى مطار العاصمة. هاي الصورة، في أوضح من هيك؟ بلشت بطيران إيراني بصنعاء، خلصت انه ما في عصفور ايراني يقطع بسما اليمن من دون اذن الرياض. بلشت انه نحن سلاطين البحر الاحمر، طلع انه ما بيقدر يلم سلاطين من البحر الاحمر، لا بالبحر ولا بالجو. سوريا ومحور المقاومة عم يتعرض لحرب إعلامية ونفسية ضروس. آخر الهجمات بهالحرب النفسية الإشاعة اللي أطلقها بعض المغرضين عن مقتل بشار الأسد على إيد أحد المرافقين تبعه. طبعا حرب نفسية وكذب مثل ما بتعرفوا. الرد لم يتأخر، وجاء الرد بخروج الأسد على جماهير سوريا الأسد. لا من على ظهر بارجة روسية، ولا في بطن غواصة صينية، ولا حتى مطلا من ساحة من ساحات طهران، بل من حيث تكتب دمشق بمداد الدم سفر مفخرة الصمود،
منفردا إلا من قلوب ملايين السوريين واثق الخطوة. بشار الأسد وقد مشى إليهم واثق الخطوة أسدا. هذا نبل هذه الرسالة. عندما يحصل نكسات يجب أن نقوم بواجبنا كمجتمع. ملايين قلت لي؟ هول ملايين بالفريق الفني للبايرن ميونخ أكثر من هول، فرق 1.5. سوريا رغم كل شيء صار فيها يا جماعة بعد بلد متماسك في كل مظاهر الحياة، كل مظاهر الحياة كلها، حتى التفاصيل الصغيرة يلي يمكن ما بتخطر على بالكم. سوريا فيها طلع ملكة جمال 2015. بشار الأسد قائد ودكتور عيون، وما فيش دكتور عيون بالعالم بيقدر يأذي نملة. يا حياتي على الرقة، يا حياتي على الرقة. أولا الخبر مش بس إنه في ملكة جمال بسوريا بعز الحرب والدمار، وإنه وين عملوا الانتخابات ومين ترشح ومين كذا. الخبر إنه أنت تحديدا ملكة الجمال، بس مش مهم الجمال، مش مهم. واضح انك سيدة مطلعة على العلوم الطبية، وبحسب اخر نظريات علم الطب انه طبيب العيون ما بيقتل نملة، اللي هو عم يفضى يقتل غير بشر. شو قصتك؟ طيب هل في عوامل اخرى بتعتقدي ساهمت بوصولك لتاج ملكة جمال سوريا الاسد؟ باعتبارك يعني وحده كمان من هالملايين اللي عم بتحيط بالاسد، لازم نسالك هالسؤال. شو في عوامل تانية غير ثقافتك الواسعه وصلتك على هالمنصب؟ انا بس عايزه اقول انه انا ربنا ما حرمنيش الحمد لله. انا عائلتي فضلت في سوريا، بابا وماما اللي يعني لولا بتقولوا ايه، لولا جزمتهم انا ما كنتش هنا. لا ولك علينا وعلى جزمه الزفت هيدي، خلص بقى خلص. حتى ملكة جمال سوريا الأسد راسها براس الجزمة. شو قصتكم؟ في ناس عم تلبس هذا البوت وعم تموت كرمال أمة بأكملها. ربي يخلينا قادتنا طبعا سماحة السيد أخونا بشار وهذا الجيش وهذا الشعب. شو بدي أنا من هدايا الله غير هذا؟ احضنيه وشدي، شدي بعد، شدي احضنيه وشدي، احضنيه وشدي بعد. هي مفروض يعني كانت وحدة من النساء المثقفات بالعالم العربي، صباط وكذا. بس في شيء غريب بين ثقافة، يعني في علاقة غريبة بين ثقافة الممانعة والصباط. بعد حرب تموز بلبنان طلع شعار فدا صباط السيد. هلأ بسوريا احتفاء بصباط جيش الأسد. بالعراق احتفلت الممانعة مطولا بصباط منتصر الزيدي، خلع فيه جورج بوش إذا تتذكروا. قامت الدنيا وكتابات وخطابات وصباط في شيء غريب يعني في موقع غريب، يعني ما بعرف ليه الصباط يحتل موقع مركزي بثقافة الممانعة وبعقل الممانعة. تصبحوا على خير.